ثورتكم ما انتهت. انتم تخلصتم من جزء من الاستبداد. الله أكبر. جزء من الاستبداد تخلصتم منه، لكن ما زال أمامكم المعركة الأكبر، والمعركة الأكبر القادمة هي التنمية، لكن المعركة الفورية هي تعديل الأنظمة القانونية والسياسية لترسيخ الحرية الحقيقية والمشاركة الشعبية الأصيلة. واسمعوا، ستكون مقاومتكم الأكبر هي في القضاء على الفساد المالي. أنا زرت اليمن في 2005 نسيت أو 6، وفي آخر محاضرة كانت بعد ما جلست أسبوع، وكانت لشباب أو رجال الأعمال أو شباب رجال الأعمال لأبنائهم. ثم اسمعوا، أنا الآن رايح المطار، فدعوني أقول كلمة وما زلت أقولها. اليمن بلد مليء بالخيرات، ليس فقط البشرية. عندكم ثروة بشرية نادرة، والله نادرة. والله أنا أقول لكم، أنا أمس في قطر وذاهب في الطيارة يعني رايح للمطار، فكان يوصلني أخ يمني. قلت له أنا أبحث عن طاقات بشرية لتساعدني في بعض مشاريعي، وعيني على شباب اليمن، لأن عندهم ثروات بشرية وليس ثروة بشرية. عندكم ثروة بشرية غير عادية، لكن ليس فقط ثروة بشرية. ذكرت لهم في ذلك الوقت اليمن منهوب، اليمن فيه خيرات لا حصر لها، لكن بلد منهوب. اليمن وحدها تستطيع أن تغذي كل العالم العربي بالزراعة وحدها، فما بالكم بغيرها من الثروات. لكن بلد منهوب. هذه المعركة لم تنتهي بعد، فالتحرر من الفساد المالي، من الرشوات، من الاستغلال للثروات بطريقة غير شرعية. وعلى فكرة، من أكثر ما يستعمله المستبدون هو توزيع الأراضي بأسعار زهيدة للمقربين. هذه ثروة ضخمة جدا وحدها تكفي لبناء اليمن. يحدثني رجب طيب أردوغان، يقول لي لما تولى بلدية اسطنبول، وليس رئاسة وزراء تركيا، بس بلدية اسطنبول، في سنة واحدة فقط، سنة واحدة لاسطنبول وحدها، بالقضاء على الفساد المالي فقط تم توفير 20 مليار دولار. أنتم ما أنتم متخيلين حجم النهب الذي يجري، ها؟ شيء ما هو طبيعي. فهذه معركة رئيسية تواجهكم. المعوق الثالث